السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الجميع يكون بخير وبصحة وبعافية. عظم الله لكم بذكرى استشهاد، بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هاي اليوم كان يوم 20 من صفر. سوينا عزيمة ببيتنا، يعني حمويني إخوان زوجي عزمناهم يمنا على الغداء، يعني بمناسبة هذا اليوم، فكانت هي هاي ثواب، وإن شاء الله يا ربي الله يتقبل من عندنا الثواب من أمة محمد. فهاي أني ليلة الأربعين، ليلة 19 يعني تبلته بالليل. راح أقول لكم شنو الأخطاء اللي صارت عندي بالبهارات. هنا أنا استخدمت بهارات مندي مال لحم، تمام، وما خليت حتى اني الصبغة يعني مالته لونها يصير لونها برتقالي او يصير لونها على حمار، يعني هاي تدرجات، هاي الالوان اني ما خليت، يعني خليت فقط بس البهارات، لان تعرفون هم رياجيل كبار وما يحبون البهارات هواي، وخليت كمية قليلة همينة من البهارات. بس من سلفنته وخليته بالفرن، راح تشوفون شنو الخطأ مني، يعني نوصل للمرحلة مالته راح اذكر لكم اياها. فهنا أنا شو استخدمت همينة ملح حملاية. ليش ملح حملاية؟ باعتبار قلت لكم يعني هم كبار ويعني اغلبيتهم بيهم ضغط، فالملح الحملاية حتى اذا كان مالح ما يأثر، بس خليت ملح كمية كلش قليلة، ما خليته هواي، يعني هيك رشة كلش بسيطة، وكان يعني طعمه هو كلش طيب، وما بي اي ما بي اي يعني اي خلل، ومستوي، وانا شويته بالفرن هذا ومتبل يعني كل زين. وبتعرفون يعني يعني الأعمارهم كبيرة يميلون يعني للحم يكون يعني بس يعني طعم اللحم يكون بارز بدون أي بهارات. على الرغم أنا شقد كنت يعني شقد قللت، تشوفوا كمية كلش قليلة حتى ما خليتها. وهنا بديت يعني أتبله وخليته يعني للصبح، ما خليته بالثلاجة لا، لأن هو كان جامد وبعده بارد، والجو الحمد لله زين يعني. واذا انتم تردون فقط خلوه يعني ملح، خلوه بهارات اللي تردوها، فلفل حار، فلفل اسود. انا بس اكتفيت بالبهارات مال المندي. دبلته تقريبا ساعة ب12، وبال6 الصبح ذبيته يعني بالفرن من ال6 للساعة ب7:30، خليته على نار عالية. انا الفرن مالتي فرن عادي، يعني ما بي هاي الدرجات، انتو تخلونه على اعلى شي، بعدين تنصوها تقريبا تخلونه 4 ساعات، يعني من 5 إلى 4 ساعات. أول ساعتين يكون على نار عالية، و4 ساعات البقية يكون على نار كلش هادئة. راح يطلع لكم حلقوم لوز اللوز، يعني هيك ما تقدرون تشيلونه، يتفتت. وهذا كان يعني اول شيء، يعني قلت لكم تبلته وخلصت. كان يعني العزيمة كلش سريعة، لان اللحم راح اشويه من الصبح، والتمن والبانية أول ما قعدت سويتها. وهنا بدأت التحضيرات. أنا أخذت لكم مقتطفات يعني من هذا اليوم، لأن تعرفون أنا وحدي، ويعني ما ألحق مثلا أصور، التصوير ياخذ وقت، فأصور ويعني أشتغل. وهنا أنا سويت شاي، سويت لهم يعني شاي ومبصرة، هم يحبونه. فهم يعني بدأوا بعد يجون، فقلت لكم أنا بعد على السريع. والبانية كنا نعرف نطبخها، والتمن هسه تشوفون يعني مكملة تقريبا كان ساعة بال10:30، يعني شطبت خلصت كل شي، لأن كنت قاعدة من وقت أنا من عندي عزيمة. يعني أفضل بأن أغلبية شغلي يا أما أقعد من وقت أسويه، أو نص أو 3/4 أسويه بالليل، يعني إذا أكو مثلا طبخ لحم، يعني هيك شي أحضرهم، كل شي أحضر على مود يعني لا انضغط الصبح. فهنا هاي بعد آخر شي راح أسوي التمن والبانية، وراح أقول لكم علامة جودة البانية شلون تصير. من تكون هاي، شوفوا هاي الطبقة يكون لونها شوية طوخ، هاي باعتبار البانية مالتكم يعني لوز اللوز ومستوية وطعمها ومتهدرة، كل شي كامل بيها. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. أتمنى الوصل هيك مرحلة من الفيديو وما خلانا لايك يخلينا لايك، وفعل جرس التنبيهات على الكل حتى يوصل له كل شي جديد. طلعنا الفخذ مال اللحم. طبعا هاي الفخذ مال اللحم شنو قد صار له من ساعة ب6، وهسه 12 إلا ربع. فطلعته على مود آخر شي، يعني بس شوية يعني الطبقة الفوق أخليها شوية تقرمش تكسب. وهنا بدينا يعني نفتحها، لا تلزموها لأن كلش حارة.
يعني من اقول لكم حارة حارة. حاولوا يعني هيك بالسكينة، شوفوا انا شلون، وتغلفوها اكثر من طبقة. يعني انا هاي السليفان اللي اشتريته يعني كلها غلفته بيه. وهاي الطبقة الثانية الورق الألمنيوم بللته ولفيته بيه على مود يعني هيك تلزق الورقة على اللحماية. تمام. راح اقول لكم هنا شنو اللي يعني شنو الخطأ اللي صار، او مو الخطأ، وانما يعني انا جماعتي ما تحب هذا، يعني ما تحب هذا الشيء، بس انتوا عادي يعني تقدرون تسوونه، سووه عادي، يعني تخلون كمية بهارات اكثر اقل براحتكم، تخلون اللون يجوز يكسر هذا، يعني لون الصبغة اللوزينة هم يستخدموها اذا يعجبكم. بس بالنسبة إلي يعني، وبالنسبة يعني مثلا لأبو حسن لا يعني كلش مقبول. بس إذا عندكم عزيمة لا تخلون يعني لا تخلون بهارات كلش هواي، يعني قللوا أو تخلون الصبغة مال اللوزين على مود يكسر اللون. شوفوا هاي احنا يعني ما قاعد نقدر نفتحها، ليش؟ لأن كلش حارة. وهم أنا يعني محتاجة أن نفتح العين الفوق وشوية نقسبها نقرمشها، ما يحتاج يعني، لأن كان كلش مستوي، ويعني هيجي اللحم يتفتت وصاير قلت لكم حلقوم يعني. راح نفتح لكم اياها وان شاء الله تعجبكم هاي الطريقة. انصحكم اذا عندكم عزيمة يعني هيك بسيطة او اعداد قليلة، اشووا اللحم بالفرن، مو شرط فخذ، حتى يعني مثلا اذا جايبين يعني غير وصلة من لحم الغنم وتشوونه كلش كافي يعني، ما ياخذ من عندكم وقت. ومثل ما تشوفون هذا اللون، شوفوا شلون صاير، هو ما محترق، لا هو صاير لونه يعني لونه طوخ. تمام، يعني من البهارات. فأنا اللي أريد أقول لكم إياه يعني ما يحتاج تخلون كميات كلش هواي بهارات، أو أنتوا إذا عاجبكم عادي ماكو أي إشكال. أو هذا طبعا كلش طعمه طيب ومستوي يعني بالقوة، شلته خليته بالصينية، شوفوا يعني أنا لأن ما أقدر يعني أخربه، يعني شوفوا ذايب، لأن تعرفون أريد أقدمه فما يصير يعني ألعب بيه. بس شوفوا يعني هاي إحنا حارة ما نقدر نلزمها، بس هيك بالسكينة على مود تشوفوا. وساهمنا وساهمكم ألف عافية. إن شاء الله عجبتكم يعني هاي الفكرة. وقلت لكم إذا ما تردون تخلون بهارات كلش هواي على مود ليتغير هيك لونه. وجربوا هاي الطريقة كلش طيبة وطعمها طيب. وهنا أنا بديت يعني عود ردت أصور يعني من أصوب ماكو، بس لحقت أصور التمن. وأخير شي صورت لكم قوري مال الشاي والاستكاين. وساهمنا وساهمكم ألف عافية. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانية وما انقطع عنكم، صار لي فترة هواي ما منزلة فيديو. اتمنى من عندكم الدعم للقناة والاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات على الكل. اترككم بحفظ الرحمن، مع السلامة، باي باي.